صباحكم الله بالخير. باخذ مقياس الدائرة بقصه بالمشرط. هذه أول الخطوات. هذا قلب الكيك نفس المقاس ترى. طبعا هذا مكيف صحراوي برميل غطاس ب35 ريال. المروحة هذه تلقون ب50 ريال ب60 ريال صيني. أنا أخذت كوري. عموما التكلفة بسيطة. أنا محتاج يكون داخل عندي داخل الغرفة، وداخل الغرفة ما يصلح الحديد، وقلت أسوي لكم الطريقة هذه يمكن لكم عزف فيها. طبعا هذه للمروحة، هذه للقش. الثلاث ذي للقش. شوف شكله حلو. طبعا استخدمت السطل هذا وشي بلاستيك آمن بعد الله، سهل التنقل، كفرات موجودة، خفيف، تقدرون تنقلونها أي مكان. طبعا اليوم أنا غيرت عن الخيش، نبي نحط قش أفضل. وهذه المواسير حق توزيع الماء بلاستيك هذه. طبعا ما نطش شيء، هذا بقصها شرايح على سنتيين عشان أثبت الخيش فيها. هالمقاس هذا نحطه في الطرف ونربطه مسامير. تحملوني ترى بأغثكم في السنابات. طبعا كذا هذا اللي قصيت أثبته هنا واربطها في الدريل. اللي ما يبي قش يحط كرتون عادي، في نوع كرتون ممتاز، لكن ما يبرد مثل هذا أبدا. طبعا هذه بقصها وبزود المفصلات اللي زي هذه عشان كل فتحة أقل شيء 2. طبعا هذه بركبها فوق هنا وخليها تصب داخل. بقص هذه اللي نبغاها تصب داخل حتى يوزع، هذا يصير كامل. شوف ربطتها بسيم من هنا وسيم من هنا وسيم من هنا. نبي نربطه ونثبته. غطاس ركبته وبنزله تحت. طبعا خرمت له من هنا للسلكين، سلك المروحة السلك الغطاس. طبعا لازم يصير فيه شيء هنا بس أنا ما جبته، يبغى له التايمر اللي هو مسرع درجة درجتين 3. شبكناه نبي نصب مويه ان شاء الله هنا ونجربه. وهذا تصميمنا جاهز. مروحة شقنا له من هنا قش والجهات كلها قش. هذه المروحة داخل طلعنا لها سلك برا. نبي نجرب ان شاء الله نشوف. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذا هو يصب، تشوفونه يصب. طبعا ما هو بين لكم، لكن لو بلفه كذا هذا هو يصب. يا ولد بارد، ما شاء الله تبارك الرحمن. كفرات سهل. وبشغل لكم الحين. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما احكي لكم عن البراد. القش معروف افضل من الكرتون. براده كان مكيف سبلت. ما ابالغ لو اقول لكم افضل من مكيف سبلت اللي موجود عندي الان بالمطبخ. صوت ما فيه، تقدرون تصلحون مكيفكم الصحراوي متنقل في مكان. ما هو لازم ترى سطل زباله. انا تعمدت اني اخذ سطل زباله حتى سهل الامر. طبعا هذا غير مكلف. المروحه تاخذونها ب60 ريال 50 ريال
سطل الزبالة تاخذونه بأقل من 100 ريال، الغطاس ب35 ريال. سمع الله لمن حمده. مكيف في مكانك.